بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا هادي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. البورصة باختصار شديد جدا هي سوق لتداول الأوراق المالية. هي سوق أساسا لرأس المال طويل الأجل. يعني إيه تداول الأوراق المالية؟ الأوراق المالية إحنا عارفينها هي إيه؟ الأوراق المالية أساسا الأسهم والسندات. ممكن تكون في صور أخرى طبعا من الأوراق المالية المستحدثة، لكن الأوراق المالية الرئيسية هي تبقى الأسهم والسندات. فبنجد إنك أنت السهم بيعكس إيه؟ السهم هو سند ملكية. والسهم سند ملكية. السهم سند ملكية. أما السند فهو سند مديونية. يعني إيه سند ملكية؟ يعني لما نكون عايزين نعمل شركة وعايزين رأس مال للشركة، عندناش رأس المال الكافي، فنعمل ايه؟ عايزين نستعين برأس مال خارجي. ناس يجوا معانا يشاركونا. طب اللي يشاركونا ده هو بنصيبهم هيمثل في ايه في داخل الشركة؟ من خلال أسهم معينة. أو احنا من البداية عايزين نعمل شركة، طب نعملها ازاي؟ نجمع فلوسنا كلها وتكون رأس مال الشركة ويتقسم رأس المال إلى ايه؟ إلى أسهم. فبالتالي السهم ده بيعتبر ايه؟ سند في الملكية. نضرب المثل الشهير اللي هو راح يخطب، فأول العروسة بيسأله إمكانياتك إيه؟ فقال له أنا شريك أبو العينين في سيراميكا كليوباترا، وشريك أحمد عز وحديث عز، وشريك نجيب ساويرس في موبينيل. فقال لك بس ده أنا وقعت على إيه؟ يعني على صيغة. ففوجئ بعد ما انتهت الأسبوع الأولاني الأسبوع الثاني يفاجئ ان الباشا ولم تظهر له اي علامه من علامات الايه؟ الثراء. جاي للعروسه وهو راكب التروماي ومتشعلق فيها، جاي فسحها عند ابو ربيع وردها كده. فبيساله بيقول له انت فين؟ انت الشراكه اللي بتتكلم عنها؟ قال له ده انا عندي سهم في ابو العينين، وعندي سهم في احمد عز، وعندي سهم فين؟ في نجيب ساويرس. هل يعتبر كذب لما قال كده؟ ما كذبش الراجل هو فعلا شريك له، لان السهم ده بيعتبر صك ايه؟ صك ملكيه. هو يملك في خلال الجمعيه العامه هو وغيره من خلال اغلبيه معينه ان هم يطرحوا الثقه في مجلس اداره الايه؟ الشركه دي. طب انا معايا السهم ده ايه؟ ده عباره عن ورقه. انا مجمد اذا اموالي السائله في ايه؟ في ورقه. طب انا عايز الفلوس السائله اجيبها ازاي؟ انا ابيع الورقه. طب ابيع الورقه فين؟ فانا خلوا بقى البورصه هي مكان لبيع وشراء الايه؟ الاوراق الاوراق الماليه. نفس الفكره لما الشركه بتصدر اسهمها لاول مره، يعني عايزه راس مال فبتصدر لاول مره، ما بتطلعهاش في البورصه، بتطلعها من خلال بنوك او من خلال شركات الاكتتاب. بيطلع السهم، يعني الاصدار الاولي ما بقاش فين؟ في البورصه، بيطلع من خلال البنوك، من خلال شركات الاكتتاب. طب خلاص الناس اشترت، عايزه بقى تتداول الاسهم، تروح تتداولها فين؟ بيعا وشراء فين؟ في البورصه. انت بقى معاك فلوس وعايز انك انت تستثمرها، او ما تقال عليه الاستثمار المالي. طيب تحطها في وديعه في البنك ولا تشتري اسهم؟ الامر بيتوقف. انت عايز ايه؟ في البعض اللي هو انا لو اشتريت اسهم، انا اشتريت سهم شركه موبينيل. السهم لما بيكون في الاول بيقول له حاجه اسمها قيمه اسميه. يعني نفترض راس المال 1000 يتوزع على 1000 سهم، يبقى قيمه السهم كام؟ جنيه. الشركه اتكونت، بعد ما اتكونت اخذت عقود مع امريكا مثلا لمده 5 سنين، يبقى مستقبل الشركه ده شكله ايه؟ حلو قوي، ارباحها تبقى ايه؟ جميله. يحصل ايه لقيمه راس المال الشركه؟ يزيد ولا يقل؟ هيزيد. يبقى يحصل ايه لقيمه الجنيه دي؟ تزيد ولا تقل؟ تزيد. الشركه كسبت وعملت ايرادات كبيره وراحت زودت المكن واشترت قطعه ارض جديده بالايرادات اللي عملتها. يحصل ايه للجنيه قيمته دي؟ تزيد. ان انا واحد على ال1000 نفسها ما بقتش 1000، دي بقت كام؟ دي زادت بقت 10000 وبقت 20000. فانا السهم اللي ابو قيمه اسميه بجنيه بقى كام؟
بقت قيمته الحقيقيه كام؟ قيمته بقت 20 وبقت 30. ينعكس الكلام ده فين؟ في البورصه. لان لما بتيجي البورصه وبتيجي تقيس السهم مش بتقيسه بقيمته الاسميه اللي طالعه بيها، بقيمته السوقيه. يعني ايه قيمته السوقيه؟ اللي بتعكس حقيقه اصول الشركه بقى. حقيقه اصول الشركه. يعني احنا كمساهمين في الشركه اصولنا ما بقتش بس راس المال الاولاني، لا دي بقت ايه؟ كل ما اضيف للشركه من ايه؟ كل ما اضيف للشركه من ايه؟ من اصول طوال حياتها. زي ما قلت لكم الشركه جت عملت عقد مع الامريكان لمده 5 سنين، هيحصل ايه الارباح الشركه دي؟ هتكتر. يبقى السهم هيكسب كام؟ اللي هو ابو قيمه اسميه ب2 هيكسب ب 30 قرش. يعني كام في المية؟ 30%. يا نهار ابيض. وانا لو حطيت فلوسي في البنك هتاخد كام؟ 7% 8%. يبقى اهل احسن لي احطها في السهم ده. حاجه ثانيه، السهم نتيجه لان الشركه زودت اصولها زادت قيمه السهم، بدل قيمته الاسميه بقت جنيه بقت القيمه الاسميه القيمه السوقيه بقت 20 جنيه. طب هيوزع كام السهم السنه دي؟ ابو 20 جنيه. لو انا اشتريته بقى من السوق بقيمته السوقيه الجديده وقيمته الاسميه كام؟ جنيه. قيمته السوقيه 20. هيوزعوا على كل سهم نقول كام؟ هيوزع جنيه على كل سهم قيمته الاسميه 20 هيوزعوا جنيه. الشركه هتوزع جنيه. يعني كام في المية؟ القيمه الاسميه؟ لا هنا بقى مش من القيمه الاسميه، بقت من القيمه الايه؟ السوقيه. لكن انت لو كنت شاري من الاول يبقى من حقك انك انت تدربه في دماغك على القيمه الايه؟ لا انت دخلت بقى اشتريته بقى من الجديد من السوق ب20 وهو قيمته الاسميه 1. فجيت قالوا لك ان هو هيوزع سنه او وزع السنه اللي فاتت، بناء على كده خدت القرار ده وزعوا جنيه على السهم وهو ثمنه كام؟ 20 جنيه. يعني كام في المية؟ يعني 5%. تشتريه ولا ما تشتريهوش؟ ما هو العائد اللي هتاخده 5%، لكن حطيت فلوسك في البنك هتجيب لك 7% او 8%. فتتردد اشتري ولا ما اشتريش. لكن ايه اللي يخليك تاخد القرار بتشتري وانت في غايه الجرأه؟ عرفت ان الشركه دهيت هتشتريها شركه اجنبيه عالميه. هيحصل ايه؟ قيمه السهم هتزيد. يبقى السهم ابو 20 هيبقى بكام؟ هيبقى مثلا 25 ولا 30. فانا اجري ايه؟ اشتري دلوقتي علشان ايه؟ القيمه هتزيد. او ان عمل عقود زي ما قلت لحضراتكم، عمل عقد كبير قوي مع موزعين على مستوى العالم وضمان تصريف الانتاج ل5 سنين جايين. يا نهار ابيض. هو في احلى من كده ان الشركه تضمن تصريف منتجاتها للسنوات ال5 القادمه؟ فيحصل ايه لقيمه السهم برضه؟ القيمه تزيد. يبقى انت تشتري رغم ان العائد اقل، لكن انت عايز العائد الراسمالي. يبقى معنى كده ان السهم له نوعين من العوائد. العوائد الجاريه اللي هو التوزيعات، ما انت مالك كل سنه الشركه عملت ارباح تروح الارباح الصافيه متوزعه على مين؟ على المساهمين. فانت بتاخد عائد اسمه عائد جاري. وفي عائد راس مالي اللي هو الزياده اللي بتحصل لقيمه السهم نفسه في السوق. ففي ناس بتلعب على العائد الجاري وفي ناس بتلعب على القيمه الايه؟ القيمه السوقيه. ناس بتلعب على ده وناس بتلعب على ايه؟ على ده. وهنا بتحصل المانوفرز بقى في البورصه، ان في ناس تبتدع اشاعات مثلا او تبتدع اخبار كاذبه ويصل الامر انها تتنشر في جرايد او يخلي احد من المسؤولين يقولها. كل دي مانوفرز. فتبص تلاقي سعر السهم ممكن يطلع وينزل وفقا لايه؟ يعني مثلا انت لو كنت مرتبط موبينيل مرتبطه بعقود كبيره مع شركات ضخمه، فيطلع خبر كده هو ان شركه كذا وكذا وكذا كذا بتراجع النظر في عقود موبينيل وهتحولها لفودافون. يحصل ايه سعر السهم؟ ينزل. وهي كلها عباره عن ايه؟ عباره عن اشاعه، عباره عن مانوفرز بيلعبوها ايه الناس اللي هم يعني للاسف الشديد بيبقوا في السوق بيتلاعبوا بمثل هذه الحقائق مثل هذه الامور. طب انت عشان تحدد القيمه الحقيقيه لسهم تشتري وما تشتريهوش ايه؟ النهارده في الزام بان في نشر الميزانيات ربع السنويه. الميزانيه ربع السنويه دي كفيله بان هي توضح موقف الشركه المالي ايه؟ ايراداتها شكلها ايه؟ ارباحها شكلها ايه؟ مصروفاتها شكلها ايه؟ عقودها شكلها ايه؟ فكل الحاجات دي بتمكنك من انك انت ايه؟ تتخذ قرارك تشتري السهم ما تشتريش. اذا البورصه دي المكان اللي بيتم فيه تداول ايه؟ الاسهم. السندات ايه؟ ده سند مديونيه بتطلعها الشركات او الحكومه على نفسها، وده زي سند اذني
الحكومه بتقول انا مدينه مبلغ كذا وهسدده في التاريخ الفلاني. برضه بيتباع في الايه؟ في البورصه. وبرضه بتبقى له بعض الاحيان قيمه سوقيه. ليه بتبقى له قيمه سوقيه؟ لان لما يكون السند مثلا مطلعاه الحكومه ب 8% وسعر الفائده السوقيه نزل ل 6، سعر السند نفسه بيجرى له ايه؟ يزيد ولا يقل؟ السند نفسه ابو 100 الحكومه بتدي عليه فايده قال 8 مليون ثابته مش هتتغير. سعر الفايده في السوق نزل بقى 5%، يحصل ايه سعر السند ابو 100 جنيه؟ يزيد ولا يقل؟ يقل السند زي ما هو بس القيمه لا هيقل. لا يزيد. ليه يزيد؟ لانك انت هتاخد على كل 100 بتدفعها هتاخد كام؟ 8 اعلى. فيروح مزود يزيد سعر السند يبقى 105 110 لحد ما توصل النسبه ما بين العائد الحقيقي اللي بيصرف عليه للثمن اللي بيوصل له تقرب من الكام؟ تقرب من الخمسه. فلذلك بيبقى في ناس من مصلحتها انها تشتري السندات، لان لما يكون عارفه ان اتجاه السوق في اسعار الفائده هيبقى ايه؟ متناقص. لما يتناقص سعر الفائده يحصل ايه؟ اسعار السندات تزيد. لذلك في اتجاه دايما عكسي ما بين اسعار الفائده التي يعلنها البنك المركزي وما بين اسعار البورصه. لذلك البورصجيه يقعدوا على باب البنك المركزي وهو بيقرر اسعار الفائده. تنزل اسعار الفائده تعلى الايه؟ لا، لما تنزل اسعار الفائده بتعلى ايه؟ بتعلى السندات. لكن لما تنزل اسعار الفائده يحصل ايه برضه للاسهم؟ تعلى الاسهم، لان الناس بدل ما تحط فلوسها وتاخد ودائع بسيطه فايده بسيطه على الودائع تروح للبورصه علشان عائد البورصه ايه؟ بيكون اعلى. ولكن البورصه طبعا اهميتها كمان انها بتبقى انعكاس للنشاط الاقتصادي في الدوله. هي اللي بتعكس حقيقه لما تكون البورصه نشطه وفيها بيع كتير، معنى كده ان ايه؟ معنى كده ان في اقبال، في نشاط. واسعار البورصه لما تكون مرتفعه اللي انت بتسمعه يقول لك مؤشر البورصه، مؤشر البورصه ده عن يعني عباره عن ايه؟ مؤشر البورصه ده عباره عن انعكاس متوسط اسعار عدد من الاسهم في داخل البورصه. هل هو متصاعد ام هو ايه؟ ام هو متناقص ام هو ثابت؟ فده بيعكس باستمرار الايه؟ بيعكس حاله الاقتصاديه في البلد وحاله الايه؟ المشروعات المختلفه. المواطن العادي اللي هو البسيط هيستفاد ازاي لو حط فلوسه دلوقتي في البورصه ويحطها ازاي؟ ايه يعني يحط في انهي شركه؟ ايه الاختيارات اللي بتبقى قدامه؟ المواطن البسيط انا وجهه نظري الشخصيه ان هو لو المواطن البسيط احنا بنتكلم في واحد معاه 1000 جنيه و2000 جنيه و5000 حتى 10000 حتى 15 حتى 20. وجهه نظري الكلام ده يكون من خلال الصناديق. صناديق الاستثمار اللي هي عاملاها البنوك او الشركات المتخصصه. ايه هي صناديق الاستثمار؟ صناديق الاستثمار لو انا مستثمر بسيط قدرتي على شراء عدد كبير من الاسهم محدوده. اذا قدرتي على التنويع بتعتبر ايه؟ محدوده. اذا تعرضي للمخاطره اقل ولا اكبر؟ اكبر. انما لو انا كان عندي المقدره ان اشتري عدد كبير من الاسهم متنوعه يبقى تعرضي للمخاطره شكله ايه؟ اقل. يبقى هل نشتري فرادى ام نشتري جماعه؟ جماعه. الجماعه ده مين اللي بيحققها لنا؟ صندوق الاستثمار. كل واحد مننا بيشتري وثيقه من وثائق صندوق الاستثمار ولتكن 100 جنيه، هي عاده في مصر 100 جنيه. هنشتري الوثائق. بحصيله الوثائق دي بنعمل محفظه اوراق ماليه، يعني بنشتري ايه؟ اسهم. فالمحفظه ده هي بقى اللي بتزيد وبتطلع، ومع طلوعها او نزولها ايه اللي بيزيد؟ الوثيقه بتاعتي. لان الوثيقه بتاعتي جزء من الايه؟ جزء من المحفظه. زادت قيمه المحفظه زادت قيمه الوثيقه، قلت قيمه المحفظه قلت قيمه الايه؟ قلت قيمه الوثيقه. فانا علشان ما انا مش متخصص لكن الصندوق الاداره متخصصه، انا بحكم محدوديه راس مالي هتعرض لمخاطره اكبر. لكن هناك المحفظه كبيره فالمخاطره فيها ايه؟ اقل. بحكم التنوع موجود هناك اكتر من انا لو هقدر انوع لو انا فرد. فلذلك ينصح المستثمر الصغير بان هو يلجا للايه؟ لصناديق صناديق الاستثمار. خاصة ان هو دي اداره محترفه بتقدر تتتبع مين الاسهم الجيده وتتتبعها وتقدر ان هي تشتريها تبيع في الوقت المناسب. لو عرفت ان في اسهم معينه ممكن ان هي هتنقص نتيجه لتراجع نشاط الشركه. الاداره المحترفه دي انا مش فاضي كواحد صغير مش فاضي للعب ده. مين اللي فاضي للحاجات دي؟ اللي هو صناديق الاستثمار. عندك بقى من الوقت وعندك من الخبره وعندك من راس المال انك تلعب لوحدك، واحد
لو عندك انت ايه المقدره على التعامل مع البورصه بشكل منفرد. ساعات بنسمع في صناديق الاستثمار دي يقول لك لو حجم المخاطر اعلى يبقى المكسب اعلى، لو حجم المخاطر متوسط يبقى المكسب متوسط، لو حجم المخاطر اقل يبقى المكسب اقل. ده كلام صحيح ان في علاقه طرديه ما بين حجم المخاطره وما بين العائد. ليه بقى؟ دلوقتي انت تعالى انك تيجي مثلا نيجي زي ما حصل في شركات الالكترونكس والشركات بتاعت السوفت وير بالذات، لان شركات السوفت وير بتبدا هي عايزه واحد عنده مخ جميل وبيقدر ان هو ايه يعمل سوفت وير جديد. ممكن يكون سوفت وير مثلا لاداره عمليات في داخل البنوك، فالبنوك تعجب بالسوفت وير ده. السوفت وير ده مين اللي عامله؟ شخص واحد عمل شركه كده هو صغنطوطه براس مال ما فيش. فيفاجئوا ان الشركه اللي عملها الشخص ده هو بعد ما البنك اقتنع بالسوفت وير، بنك ضخم يشتري السوفت وير بكام؟ 10 مليون ب 20 مليون. يحصل ايه للسهم بتاع الشركه الصغنطوطه دي؟ ينط من الدولار لكام؟ ل 10 دولار و20 دولار. بس ده تعتبر ريسك ولا مش ريسكي؟ مغامره ولا مش مغامره؟ مغامره، لكن ربحها شكله ايه برضه؟ كبير. فلذلك الصناديق انواع. في صناديق يسموها صناديق محافظه، وفي صناديق يسموها صناديق يعني مغامره، يعني عدوانيه. يعني ايه صناديق مغامره؟ تشتري الاسهم بتاعت الايه؟ الحاجات اللي لسه في بدايتها، الحاجات الصغيره، او اسهم شركات راس مال مخاطر. يعني ايه؟ شركه فلست، بس هي فلست نتيجه سوء الاداره. طب لما تاخدها شركه جديده وتديلها اداره صح بقى ايه اللي هيحصل؟ الشركه هتطلع بومي. فلما تشتري السهم وهو ايه؟ في اضعف حالاته وتروح جايه الاداره الجديده، هيحصل ايه للسهم؟ بومي. بس برضه ايه؟ مخاطره. فانت بقى حسب ظروفك بقى، حسب ظروفك كمستثمر تحط فلوسك فين. الارامل اللي هي الست اللي اخذت الراجل زوجها لما مات اخذت مكافاه 100,000 جنيه علشان تصرف فيهم على مين؟ على الولاد. تصورك تروح للمغامر ولا الامن؟ الامن ليه؟ اللي هو حاطط فلوسه في سندات تبع الحكومه. كون المحفظه من ايه؟ صندوق من سندات تبع الحكومه. افلاس الحكومه ده وارد؟ يعني يكاد يكون شبه مستحيل، شبه مستحيل. فبيحصل ايه؟ بتشتري السندات، عائد السندات كام؟ 7%. فهي عارفه كويس قوي ان العائد كام؟ 7%. عشان تربي ليه؟ الولاد يجي لها عائد كل 6 شهور ولا كل 3 شهور او كل شهر. فده بتاخد الاستثمار الامن، ده المحافظ، الناس المحافظين. فالناس الكبار اللي زي حالاتنا واخدين بالكم مش حمل ايه مغامره ولا حمل بتاع، يلجأوا للصناديق الايه؟ للصناديق الامنه. لكن الشباب بقى اللي عنده ايه؟ حب المغامره وحب المقامره والاستعداد لتحمل المخاطر ومش باكي على حاجه لما يتجوز ولا عنده عيال ولا حاجه، ده يكونوا اكثر يعني ميلا الى انهي صناديق؟ لصناديق المخاطر، خاصه ان عائدها لو ضرب بيضرب ايه؟ بيضرب عالي جدا. فده الفكره ان بقى البعض بيبقى محافظ، وفي صناديق بيسموها الهايبريد اللي هي بتبقى ايه؟ الاثنين. يعني نص المحفظه يروح شديد بمحافظ ونص المحفظه شديد بايه؟ مخاطر، علشان يقدر لو حصلت فيه خسائر كبيره يبقى في حاجه توزنها. البورصه دلوقتي حاليا يعني الناس بتتكلم ان هي محتاجه معونه من الناس تبدا تساعد فيها، والمواطنين اللي هم لازم يبداوا يشتروا اسهم. ازاي نوصل المواطنين اللي هم يبداوا يعني يحسوا ان دوت هيبقى كويس ليهم ومفيد ليهم وهيبقى مفيد كمان للبورصه؟ النهارده لما تحس ان البورصه في ناس دخلت البورصه علشان توظف اموالها لفتره معينه وتسترجعها على طول. في الصناديق العالميه بتخش في حركه مستمره، في حركه من البيع والشراء. فلما بتكون التنبؤات الاقتصاديه لاقتصاد معين يعني ضعيفه او سلبيه، فده بيخلي ان الصناديق الخارجيه اللي هي حاطه فلوسها عندها عايزه ان هي ايه؟ تسترد الفلوس. فبتبقى فيه قوه بيع كبيره جدا، لازم تقابلها قوه ايه؟ شراء. اذا ما قابلتهاش قوه شراء هيحصل بيع كتير وشراء محدود، يحصل ايه؟ الاسعار تنزل، وده طبعا مش في صالحنا اطلاقا. يبقى احنا عايزين نعمل قوه شراء مقابله. قوه شراء مقابله تيجي ازاي؟ هل هتيجي من الافراد كده فرادى ولا تيجي افضل من الصناديق؟ تيجي افضل من الصناديق. فلذلك احنا بنقول عايزين ان يبقى الناس تحط فلوسها في الصناديق، ومن خلال الصناديق بنشتري ايه؟ لان اللي بنسميه اللي هو المستثمر مؤسسي. يعني احنا مستثمرين افراد، لكن من خلال اللي هي المؤسسات الكبيره دي بنسميه ايه؟ مستثمر ايه؟ مؤسسي. شركات التامين مثلا مؤسسه،
صناديق الاستثمار مؤسسه، صناديق الادخار والمعاش اللي تابعه في الوظائف المختلفه والشركات المختلفه دي برضو ايه؟ مؤسسه. فكل احنا ما زودنا فلوس للجهات دهيت كل ما زادت ايه؟ القدره على شراء الاسهم من الايه؟ من البورصه، وبالتالي نعمل عمليه توازن فما يحصلش انهيار في الاسعار. الناس كانت بتسال تشتري في انهي مجال؟ يعني الناس كانت بتقول ان العقارات هو اللي بيعلى، او الالكترونيات او الاتصالات. برضو في صناديق مختلفه، في صناديق اسهم عامه بيعمل المحفظه متنوعه ما بين المجالات المختلفه. في صناديق متخصصه عقارات بس، في صناديق بترول بس، في صناديق ذهب بس. ده في صناديق في جوه العقارات، مش اي عقارات، المولات الكبيره الضخمه. تصوروا بقى يعني المسائل كل مدى ما ايه. لذلك هناك في المؤسسات الكبيره في الخارج، فايديليتي وخلافه، بيبقى فيه اسمها عائله الصناديق. لان تبص تلاقي حجم الصناديق المعروضه قدامك كتيره قوي، وفي ناس يعملوا لك ايه؟ تشكيله صناديق، وفي ناس يعملوا صندوق الصناديق. يعني ايه صندوق الصناديق؟ الفلوس اللي حطيناها في الصندوق ده بنشتري بيها ايه؟ ما نشتريش بيها اسهم، نشتري بيها ايه؟ وثائق الصناديق الاخرى. يعني مزيد من تحوط التحوط، مزيد من تنوع التنوع. فالعالم مع الصناديق يعني بومينج. عالم الصناديق ده عالم مفتوح جدا، لكن كله في النهايه بيعتمد على ايه اساسا؟ بيعتمد على الاوراق الايه الماليه اللي بتباع في داخل ايه؟ في داخل البورصات. ازاي المواطن العادي ده يوصل للصناديق؟ في غايه السهوله.